بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني بس. صباح الخير، عاملين ايه؟ حبايبي في كل مكان، كل اسبوع انتم طيبين. ده ميعادنا مع البث اليومي. استاذ محمد سلام، الناس الطيبه، استاذه مليكه الاهلاويه المتعصبه. اهلا وسهلا بيكم الاهلاويه وحشين. كل سنه وحضراتكم طيبين، صباح الخير عليكم، ويا رب دايما تكونوا بخير وباحسن صحه واسعد حال. الصوت واصل كده؟ عشان يعني قاعد في مكان جديد شويه، مش عارف ده حلو كده ولا وحش. لو الصوت واصل يا ريت حد يطمني. تمام الصوت؟ طب تمام، ربنا يكرمك. طبعا انتوا وحشتوني كتير. ده ميعادنا مع البث بتاع النهارده، اتفقنا كل يوم يبقى فيه كده 10 دقايق كده بس ان شاء الله. هنتكلم عن ايه النهارده؟ مش هنتكلم على الكوره ولا هنتكلم عن حاجه خالص، هنتكلم في حاجه مفتقدينها. النهارده هنتكلم عن حاجه حاسس انها يعني مش موجوده، حاجه مش لامسينها، بقالنا مده مش لامسينها كتير قوي. انت هتبدا تحط له من دلوقتي. صباح الخير يا استاذ كريم القاضي. بص يا حبايبي، انا لقيت نفسي عايز اتكلم النهارده عن حاجه ما اعرفش انا مفتقدها، ما اعرفش انتوا كمان مفتقدينها ولا لا، عن الحب. الحب بانواعه. يمكن نادر بصراحه لما حد يطلع يتكلم عن الحب، ممكن في بعضكم يا عم احنا في ايه وفي ايه وبتاع، انما صدقوني والله الحياه كده صعبه علينا جدا. فبالحب ممكن الصعوبه دي يعني نهونها على نفسنا وعلى الاخرين شويه. الحب ليه بتكلم كده؟ الحب مفتقدينه على فكره والله. الحب مش حاجه سهله على فكره، حتى الحب الرومانسي بين الاثنين بيحبوا بعض، الحب بانواعه مش حاجه سهله عشان نهمشها او عشان نحس انه ملوش دور في حياتنا. خلينا نتفق ان صعبه قوي الحياه من غير حب. من غير حب الحياه صعبه بل تكاد تكون مستحيله. الحب بانواعه زي ما قلنا، حتى الحب الرومانسي. الحب زمان كنا فاكرين لما كنا بنحب كنا عايشين حياه جميله جدا، لحظات في منتهى السعاده. فاكرين زمان لما كنا بنحب، فاكرين رعشه الايد ودقه القلب، فاكرين زمان فعلا لما كان حد فينا بيجي له جواب من حبيبته، كان مشاعرنا بتبقى قد ايه وتحس ان احنا عايزين يعني بص كاننا ماشيين على السحاب وكاننا لامسين القمر بايدينا. الحب على فكره معظم الفلاسفه والعباقره والناس الكاريزما دايما على فكره بيعيشوا قصص حب والله. ما تلاقيش حد كاريزما او حد مثلا يعني عبقري، يعني اجزم ان ارشميدس ونيوتن والناس دي كلها عايشه قصص حب. عشان يبقى حد كده يبقى ليه كاريزما معينه لازم يعيش الحب. فمفتقدين الحب. الحب يمكن واحنا صغيرين كان في حب رومانسي بين الواد والبت والورده والدبدوب الحاجات دي، لكن لما كبرنا الحب المفروض بياخد اشكال اخرى يعني. ما ينفعش ان احنا ما نحبش، يعني الحب كمان مش بيقف على سن معين على فكره. انت ممكن تبقى في ال40 وفي ال50 وفي ال60 وتحب. ليه انا بتكلم بالشكل دوت؟ لان احنا الحياه بقت غليظه قوي من حوالينا، الحياه بقت فيها غلظه متفشيه في المجتمع بشكل رهيب. الحب يمكن ده فعلا بيرقق مشاعرنا شويه. صعب جدا تلاقي حد بيحب ويسرق او يقتل او يغتصب. دايما يعني زمان لما انا كنت مثلا لما كنت بحب دايما متخيل ان حبيبتي شايفاني، حبيبتي باصه من طاقه معينه كده، طاقه شباك يعني وشايفاني، فبالتالي لازم تشوفني على كل حاجه كويسه وما تشوفنيش بعمل حاجه وحشه. يعني انا مثلا اجي اصلب حد، لا ما ينفعش حبيبتي شايفاني. اجي اسرق، لا حبيبتي شايفاني. فدايما يا ريت نعيش صباح الخير يا رضا، دايما يا ريت نعيش الحب فعلا بانواعه والله. الحب جميل جدا على فكره. دايما كنت بقول للناس الواحد بيدين بنجاحاته في الحياه والحاجات دي كلها بعد ربنا سبحانه وتعالى الحب والله. حب تلاقي نفسك بتنجح، حب تلاقي نفسك. والحب زي ما قلنا مش واد وبنت، الحب انك تحب الناس في الشغل، تحب رؤسائك ومرؤوسيك، تحب اللي حواليك، تحب مراتك حتى في البيت. زي ما قلنا صعب جدا حد بيحب ويرتكب موبقات، صعب جدا حد يكون بيحب وتلاقيه من حاجات وحشه.
فاحنا مفتقدين الحب والله يا جماعه. النهارده بص العراك اللي في الشارع، الحب مش موجود. النهارده بص تلاقي الناس في الشغل قاعده مش طايقه الناس اللي معاه في الاداره ولا في البتاع بسبب الحب مش موجود. فلازم نرجع الحب تاني، الحب اللي بيخليك تضحك، الحب اللي يخليك تضحكي وتتقبلي الحياه وتقوم الصبح. لازم نحب، وزمان الحب ليه اشكال معينه، مش لازم الحب يقتصر بس على وجه البنت. حب الزوجه يعني مثلا انا اجزم لغايه دلوقتي وكلكم اخواتي وحبايبي يعني، لغايه النهارده لازم احب مراتي شويه برغم طبعا الموزة اللي انتم بتشوفوها مع الصفحات كده، ولكن لا فعلا في حب للزوجه طبعا، ولازم الواحد يحتضنها ويحتويها. لازم وانا طالع وانا نازل الشغل الصبح لا اله الا الله وتقول محمد رسول الله. لما برجع من الشغل بتقول انت جيت منيل وبتاع، ده حاجه ثانيه. انا في النهايه لازم الالفاظ دي تبقى موجوده، لازم الحب تبقى موجود. وزي ما قلنا قبل كده معظم البيوت خاربه بسبب نقصان الحب. طيب يعني خلينا نتفق صراحه ان معظم المتجوزين مفيش مشاعر، يعني صعب جدا الكلام اللي كنت بقوله. انا كنت بكتب شعر زمان، يعني بدايتي في عالم الصحافه والاعلام ان كنت بكتب شعر. فالناس اللي كنت بكتب شعر يقول لك دلوقتي طب ليه ما تكتبش دلوقتي؟ يا الله عشان اتجوزت. لا حقيقي ليه؟ صعب جدا حد يكتب، والكلام ده بقوله يعني صعب جدا حد يكتب شعر في مراته، صعب جدا ان اشوف مراتي طالعه من المطبخ في قلبي يدق وبتاع واكتب شعر، صعب. طيب نستعيد عن ده بايه؟ يا ربنا اللي قال بالموده والرحمه. ودي مشكله على فكره والله، يعني مشكله بتعرق الاسره المصريه. يجي يقول لي انا بيجي لي مشاكل كتير، ده حضراتكم عارفين كاعلام وبتاع. استاذه حنان اهلا وسهلا بيك. نيجي يقول لك انا ما بحبهاش ومش طايق البيت. يا سيدي ما تحبهاش ما تحبوش، ولكن ربنا قال الموده والرحمه. ما تحبهاش وما تظلمهاش، ما تحبهاش ما توجعهاش، ما تهنهاش قدام عيالها. وده نوع من الحب على فكره. كوني ما اظلمش اللي معايا ده انا كده بحبها، كوني ما احرجهاش قدام الولاد او اعمل لها برستيج معين ده كده بحبها. فيا جماعه يعني ارجوكم يعني لازم تستعيدوا تاني الحب في حياتنا، الحب بكل انواعه. من غير حب الحياه صعبه جدا والله، من غير حب الحياه صعبه. انا اجزم ان يعني حتى الواحد في فتره كده معينه لو ما فيش حتى حبيبه في الواقع، الواحد بيخترع حبيبه في خياله، حبيبه يعني يكتب لها وبيكتب شعر ويقراها ويقرا وبتاع. الحب جميل، الحب هو يعني ما انتوا كلكم اخواتي مش بقلق منكم يعني ناس تقول لك طب انت مش عليك سنك الحب، طب انت مش عارف ايه الحب. صدقوني الحب هو بيعمل حاجات كتير جدا، انك تحب، انك تعيش الحب حتى لو مفيش حبيبه في ارض الواقع. طبعا انا عندي حبيبه مراتي ربنا يخليها، بس بتكلم في ايه؟ حتى الناس اللي مثلا ما عندهاش حبيبه عيش الحب في خيالك، لازم تبقى في حب في حياتك، والحب هو محرك هذا الكون. اللي انت طالما بتحب فهتتقدم، هتبقى شايف الطرف اللي بيحبك، سواء بقى اللي بيحبك على فكره ممكن تبقى زوجتك، ممكن يبقى ابنك، ممكن تبقى اولادك، تبقى بنتك. الطرف اللي بيحبك شايفك، فلازم تنجح عشان اللي بيحبوك شايفينك. لازم يبقى في اي موقف تبان فيه ان انت راجل مثالي قوي عشان اللي بيحبوك شايفينك. فانا شايف ان الغلظه المتفشيه حاليا في المجتمع سببها عدم وجود الحب. خلي في حب، حبوا بعض. الرسول عليه السلام قال لك افشوا السلام بينكم، ده نوع من الحب. لما تمشي في الشارع كده السلام عليكم ورحمه الله، والثاني يقول لك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ده نوع من الحب. تعمل اخاء ومحبه وموده وتوادد بينك وبين اللي حواليك، حب. تمام. ماشي يا رخمه بتقول لي حب الاهلي، لا ده الوحيد اللي مش بحبه. استاذ باسم اهلا وسهلا بيك. لا والله على فكره، طب اقول لكم حاجه واكيد انتم متابعين، يمكن انا الزملكاوي الوحيد اللي ما عنديش حته ضغينه لحد، يعني يمكن اكتر اعتقد ما تلاقوش واحد اهلاوي بيحفل زي ما انا كزملكاوي بحفل على نفسه على الزمالك، فاهمين؟ وعلى فكره الموضوع وكل الزملكاويه كده على فكره. يعني والله بقول لكم انا في ماتش الاهلي والزمالك كلمني الاستاذ الفاضل محمد جبران، قعدنا بتاع ساعه نتكلم في التليفون، هو زملكاوي وانا زملكاوي، عاملين نواسي بعض وما عندناش الضغينه بتاعت يعني عندي لا عادي، وكلنا على فكره معترفين الاهلي كسب فالاهلي يستحق. ده نوع من الحب برضه على فكره، انك تحب حتى ايه يعني حب حتى عدوينك والله سبحان الله. يعني الكلمه الطيبه صدقه، وانك تقول حاجه كويسه، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يعني والله يعني مش عارف، انا كمدير عندي في الشغل، انا مدير عام مساعد وكده، بيجي لي ناس بحس ان 90% من مشاكلهم افتقاد الحب. حبوا بعض، الحب يا جماعه والله الحب مش كلمه. انا بس ايه بتكلم في البث زي دي، عايزين الناس للاسف فرغتوا الحب من معانيه كبيره والشامله دي كلها، وخلته ايه ده حب كان زمان انا لما كنت بحب حبيبتي وحبيبتي تحبني بس، لا
والحب وقف على كده، الحب معاك لغايه ما توصل للامر، الحب معاك، حب الناس. الحب موجود في الاديان كلها، كل الاديان بتحض على الحب والتواد والتراحم، مفيش دين بيحض على الكراهيه والبغض والحقد والحاجات دي كلها. بعدين زي ما قلنا هو وعاء بنملاه بايه؟ ما هو لو مش اتملي بحب ومشاعر واحاسيس نقيه ولذيذه، هيتملي زي ما قلنا بحقد نفسنا وكره وغضب وغيره وحاجات ياما جدا. فيا ريت نملى الوعاء اللي هو قلبنا ده، بعتبره وعاء، نملاه بالمشاعر الايجابيه الجميله، بالحب. حبوا بعض، حبوا بعض كده، تلاقي الحياه بقت شكلها مختلف شويه. حد كاتب بس باسم على فكره ما عنديش مشاكل خاص من التحت. كانت مشكله في الشغل بس كنت اسيح لك دلوقتي على ما عندكش مشكله في التحليل. طيب ماشي، مفيش مشاكل ان شاء الله، ده بنتكلم فيه بعدين نصيب بس. نوع من الحب برضو ان المسؤولين يحبوا الشعب، يحبوا الناس اللي في الشعب. فبالتالي انت عارف لو المسؤول او الوزير او ايا كان اي قياده فوق بتحب الناس، يعني هتبذل القصارى وجهدها وتبذل وتعطي اجمل ما لديها. فخلينا نحب بعض. الحب زي ما قلنا مش كلمه. طبعا استاذه حنان اهلا وسهلا بيك، بتقول لي جبر الخواطر اعظم حب. جزاك الله خير، ربنا يخليك يا استاذ حنان، انا سعيد جدا بيك وبتعليقك الجميل. ما هو ده نوع من الحب على فكره، جبر الخواطر نوع من الحب. انا والله ساعات ببقى موجوع ومتضايق جدا وبصحى على استغاثه نفسي اعملها، ده حب والله. النهارده معلش حتى اخونا كان بيتكلم ان عنده مشكله مثلا في شركه وتحل وبتاع، نوع من الحب اللي لازم اعمل اللي هو بيقول عليه ده حب. لو انا النهارده مش بحب، لو انا مش عايش حب حتى معاكم، مش هطلع اضحك كده ومش هعمل لايف واسلم عليكم واحفي على نفسي واقعد اهزر معاكم. بفرح جدا على فكره لما يبقى في مناقشه بيني وبينكم يعني. وعلى فكره بتجي لي انتقادات كتير ان انت بترد على كل واحد انت مش عارف ايه. ما بالعكس، ما الناس زهقانه من الاعلام اللي هو عايش في دنيا ثانيه، زهقانه من نماذج احمد موسى عمرو اديب وبتاع. لا انا بنزل وبنرد على بعض ونتكلم على بعض ونسال على بعض، وبحس ان كل حد فيكم انا اخوه وباباه او ابنه، حد قريب منكم جدا. ده جميل جدا. الفيسبوك بس مش معمول عشان خاطر ان احنا نحسد بعض ونقع على بعض ونقر على بعض، معمول عشان يبقى في علاقات طيبه زي اللي بنشئها بينه وبينكم. اكيد كلنا النهارده مش بنستغنى عن الفيسبوك. طب ما بالك لما تفتح الفيسبوك تلاقي كل الناس اللي في الفيس بيحبوك وكده. فانا من هنا والله فرصه بشكركم كتير جدا على المشاعر الجميله اللي انتوا بتكلموها لي، بحسها فعلا برغم ان في بينا اميال وبلدان وبتاع، ولكن بحسها قوي. لذلك انا سعيد جدا في حياتي، مش عشان حاجه انا عملتها في الحياه قد ما عشان القبول اللي بيني وبينكم. وربنا يجمعنا دايما يا رب على حبه ويظلنا تحت عرشه يوم لا ظل الا ظل ان شاء الله. الحب في الله كمان حاجه جميله جدا، انك تحب في الله ده حاجه حلوه جدا. فزي ما قلنا الحب ما يقفش على عند سن معين، نحب وانت كبير ويحب وانت صغير ويحب وانت بنت ويحب وانت زوجه. طبعا كل واحد يعني الزوجه تحب زوجها، البنت تحب مش تحب الولد اللي معاها، لا تحب باباها، تحب اخواتها، تحب كده. فاهمين؟ الحب جميل على فكره. وقلنا لو مفيش حبيبه استنى السواق بتاعي. قلنا لو مفيش حبيبه نخترع حبيبه في حياتنا بحيث الدنيا تمشي. نحب بعض، نقيم الموده والرحمه في البيوت المصريه، نحب بعض حتى في الشغل، هتلاقي الحياه لها طعم مختلف. فدي نصيحتي ليكم، واتمنى دايما يا رب ان شاء الله دايما نحب بعض، ودايما ربنا يبعد عنا كل سيء وكل شر وكل وحش يا رب ان شاء الله. الناس كتير بتكتب، معلش يمكن مش بقرا كل الرسائل لان نظري ضعف، هلبس عن ظهري ده شكله وحش. شفت شكل عامل ازاي؟ بلاش احسن صح؟ انا مش عايز اعكس. ربنا يكرمك يا رب، بحبك الذي حطينا فيه، والله لو انا بحبكم جدا والله. ربنا يخليكم ليا، انا بجد بحبكم وعاجز عن شكري ليكم وتدعيمكم وتشجيعكم سواء في البرنامج في القناه او على صفحات السوشيال ميديا. واعرف انا بحبكم كتير جدا، وطالما بتكلم عن الحب فانا فعلا بحبكم في الله. بحب كل اخ وكل اخت فيكم وكل بنت وكل ام وكل اب، كلكم اخواتي وحبايبي، واتمنى لكم دايما كل خير. وهكتفي بهذا القدر. لو حد عنده اي استفسار ممكن يكلمني فيه عن الحب والمشاعر والحاجات دي كلها. على فكره والله انا عايز اغير البرنامج بتاعي، بدل المشاكل الاجتماعيه وكده، والبرنامج يلا نحلم. فايه اللي اروك بفكر خليه يلا نحب وتكمل الحب والله لعظمه الحب في حياتنا ويومنا. فبفكر والله يعني نكتب نتكلم عن الحب بشكل مستفيض اكتر. الحب زي ما قلنا عشان
يعني يلخص الحب بس في الواد والبنت. لا، الحب زي ما قلنا زي ما انا بحبكم كده، اكيد انتوا بتحبوني انا بحبكم. فعايزين بجد ايه رايكم نعمل جزء كده، ده رايي، وقولوا لي يعني انتوا اكتبوا لي كده رايكم ايه. لو هعمل اخطاء جزء من الحلقه في البرنامج نخليه جزء عن الحب ونتكلم في مشاكل الحب وحتى المشاكل اللي يعني لو حد عنده مشكله عاطفيه رومانسيه ممكن نحلها يعني مع بعض. ايه رايكم في الحته دي؟ هنخلي جزء من البرنامج عن الحب والمشاعر والاحاسيس الحاجات الراقيه الجميله. لو انتوا بتشوفوا حد في حياتكم مميز شويه، حد مش هقول ناجح ولكن حد متقبل الحياه وحد مقبل على الحياه وحد وشه بشوش، اعرفوا على طول انه بيحب. للدرجات الحب حلو. نصيحه مني، حبوا بعض بجد. حب اللي حواليكم، حب اللي في البيت، وحبوا زمايلكم في العمل، وحب ربنا طبعا. فده نوع من الحب على فكره، وده اجمل حب، انك تحب ربنا. يعني حب الله وحب في الله ده جميل جدا، ده اجمل واعظم انواع الحب يعني. شكرا لكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.